السلام عليكم، معكم أحمد قطب، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، محلل فني في البورصة المصرية ومدير حساب في شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية. النهاردة هتكلم في موضوع اسمه السيولة. يمكن كتير من حضراتكم المتابعين ليا اللي بيشرفوني بالمتابعة سواء في الصفحة أو في الجروب أو على جروب التليجرام بيلاقوني نازل دايما بوستات: السيولة رايحة، السيولة جاية، السيولة دخلت قطاع كذا، السيولة خرجت من قطاع كذا. في ناس اساسا مبتدئه مش عارفه يعني ايه السيوله. السيوله يعني في ببساطه ان في طلب جامد على السهم، فنتيجه الطلب ده سعر السهم يرتفع. بمعنى اصح ايه؟ لو دلوقتي حضرتك مثال بسيط، في وقت في السنه بيبقى فيه الليمون بيوصل ل60 و70 و80 جنيه عادي جدا. ممكن ليه؟ نتيجه الارض في مشكله، قله الليمون، فجاه سعر الليمون اللي هو بيبقى 4 جنيه و5 جنيه و2 جنيه يبقى ب60 و70 و80 جنيه نتيجه الطلب عليه. بعد كده لما ما يكونش في طلب قوي على الليمون ويبقى متوفر، خلاص بيرجع لثمنه الطبيعي ب 3 جنيه ب 4 جنيه ب 5 جنيه وهكذا. السيوله هي اللي بتحرك السهم. في سيوله السهم بيتحرك، ما فيش سيوله السهم ما بيتحركش. خلينا نبدا معاكم الاول يعني هفهمك كده بالبلدي يعني ايه السيوله. التعريف ده مش علمي، اولا هقول لك ده مش تعريف علمي، بس ده تعريف للناس اللي مبتدئه، او بحاول ابسط المعلومه عشان توصل لحضراتكم. ببساطه كده، سيوله السهم اللي انا بشاور عليها دلوقتي دي، السيوله دي زي البنزين اللي بيتحط في العربيه ويحركها. بس العربيات انواع. في توك توك ممكن تحط له 3 لتر بنزين يغرقوه ويظبطوه ويمنجهوه ويخلوه شغال طول اليوم، ولا 7 لتر حاجه زي كده. وفي عربيه نقل كبيره لا، محتاجه على الاقل تحط لها 200 300 لتر مثلا عشان تشتغل. ففي خلط بيحصل عند ناس، فالناس تقول لك ايه ده السهم الفلاني عليه طلب وعرض والناس قاعده تشتري وتبيع فيه، ورغم كده ما بيطلعش. ايوه، عشان خاطر البنزين يعني التانك بتاع السهم ده عشان يشتغل محتاج مثلا 50 لتر بنزين. حضرتك بتحط كل يوم 6 7 لتر يدوروا الموتور يشتغل كده، ينور فوانيس، تزمر بالعربية، تحرك العربية كده سنة قدام وسنة ورا، حاجة بسيطة كده. بس ان العربية تشتغل وتطلع وتجري لا. لكن لما حضرتك تحط العربيه مثلا او التانك محتاج 50 لتر، تحط لها 50 لتر العربيه تشتغل. ببساطه هي برضو دي السيوله. السيوله المناسبه للسهم اللي بتحركه. عشان كده دايما اقول لكم يا جماعه السيوله السيوله السيوله. دلوقتي لما انا كده شرحت لك يعني ايه السيوله ببساطه، لما بقول بقى في السيوله داخله قطاع مثلا، خلينا نقول قطاع البنوك، فحضرتك بتلاقي مثلا بنك ابو ظبي الاسلامي بيتحرك، بنك كريدي بيتحرك، بنك السيب بيتحرك، وتلاقي مثلا بنك البركه ما بيتحركش، سيب ما بيتحركش. مثلا ترجع تقول لي البنك مصر الخليج ما بيتحركش مثلا. مش انت قلت السيوله دخلت قطاع البنوك؟ ايوه دخلت قطاع البنوك. اتوزعت ازاي؟ دي مش بتاعتي، دي بتاعت الميكر. بمعنى ايه؟ انا بديك المفتاح، انا دليتك على يعني اهو قطاع البنوك فيه مثلا 10 بنوك، حضرتك بقى تسيب ال10 بنوك، تسيب مثلا الاربعه خمسه شغالين وتمسك لي في واحد او اتنين مش شغالين، تقول لي ايه ما انت قلت. ايوه يا باشا قلت لك دخل قطاع البنوك. الميكر بقى وزعها زي صاحب المال ما بيوزع الورث. ادى مثلا 50% التجاري، ادى 20 لابو ظبي اسلامي، ادى 10 لتامين الصادرات، وادى بقى مثلا السيب واحد، ادى بنك البركه واحد، ما اداش حاجه خالص لايه لبنك فيصل مثلا على سبيل المثال. مش بتاعتي انا بقى دي ولا بتاعتك، ولا بشغل بالي هو ليه ادى ده وليه ما اداش ده. غلطه بتقع فيها جامد لما تلاقوا مثلا على سبيل المثال
بنك السي اي بي عمل قمه تاريخيه، تقول يبقى تيجي تقارن وتقول لك ده السي اي بي مثلا اصوله كذا وحق وراس ماله كذا وسعر السهم كان كذا وبقى كذا والقيمه العادله والقيمه الدفتريه والكلام الجميل كل ده اللي هو كلام جميل بس بياكلش عيش. فتقارن بين السهم ده وبنك مثلا ابو ظبي الاسلامي، تقول لي بس ابو ظبي الاسلامي هيعمل زي السي اي بي. لا طبعا، مين اللي قال لك كده؟ اصل القيمه العادله والقيمه الدفتريه والاصول كل ده كلام جميل جدا على الورق، وبيعملوا الساده المحللين الماليين هو ليهم شغلهم، ملهوش الافكت على السهم او التاثير على السهم زي ما انت فاكر. لا، الميكر صاحب المال، وفي المثل بيقول ايه؟ يعني صاحب المال ده حر، يفرق زي ما هو عايش وما يظلمش براحته، ده صح، هو حر. والله انا ميكر وعايز اطلع بنك السي اي بي ومش عايز اطلع بنك القاهره، انا حر. عايز اطلع بنك قناه السويس مش عايز اطلع كريدي اجريكول، انا حر. مين اللي يحاسبني؟ فحضرتك لما تبعت لي حتى سؤال وتقول لي ايه هو ليه بنك مثلا البركه ما بيطلعش، يا باشا وانا مالي؟ يطلع ولا ما يطلعش دي مش شغلتي، مش شغلتي يطلع او ما يطلعش او ما يطلعش ليه، دي مش بتاعتي برضه. انت بتخرجني بره مجالي ببساطه كده. دي نقطه برضه حابه اوضح لك لحضرتك فيها. فلما اقول لك السيوله مثلا في قطاع البنوك، شوف بقى البنك اللي بيتحرك، بلاش لا مؤاخذه تدور على البنك اللي ما بيتحركش وتلزق فيه وتقول ايه هو ما اتحركش ليه. نرجع برضه نفس النقطه. تمام؟ يبقى انا وصلت لك يعني ايه السيوله، ووصلت لك تاني حاجه، السيوله دي لما بتروح قطاع بتوزع على حسب مزاج الميكر، هو بيوزعها حسب ما هو شايف. تمام؟ يبقى دول النقطتين الرئيسيتين اللي لازم حضرتك تبقى فاهمهم كويس لما اقول لك السيوله داخله القطاع ايه، ويعني ايه اساسا ايه سيوله. في سيوله طبعا ما بقولش عليها، انا لما بتكلم على السيوله يا جماعه بتكلم على سيوله الصناديق، البنوك، المحافظ الكبيره اللي داخله وشايفه في البورصه، في اسهم محترمه وكويسه برضو ولا غبار عليها، بيدخلها سيوله وده بنسميها حتى لما الناس متابعيني اسهم الافراد، دي انا ما بتكلمش عليها. انا ما عنديش مؤشرات ليها، مش هضحك عليك، ما عنديش مؤشرات ليه. يعني الصناديق والكلام ده كله عندي مؤشرات وارقام ومعادلات وشغلي انا بعمله كمحلل فني، اما الحاجات التانية ما عنديش مؤشرات ليها فما بدخلش افتي. ملاحظه، كل ما اكتب مثلا السيوله في كذا وكذا وكذا، كل واحد معاه سهم يدخل ايه وفي السهم كذا برضه في السيوله والسهم كذا، يعني لما يعمل كومنت يعني الناس هتشتري في السهم ده والسهم هيطلع، مفيش الكلام ده، ما كانش حد غلب. لعبة المصرفاتية اللي الناس بتمارسها على البعض، يعني ايه لعبة المصرفاتية برضو عشان اوضح لكم الناس الجديدة برضو، بيجي سهم تعبان زي ما قلنا، خزان السهم 7 لتر، مش محتاج سيولة كبيرة جدا، محتاج سيولة بسيطة، او مش محتاج 7 لتر، ممكن تحط له لتر ولا 2 لتر ويشتغل السهم ويبقى 100. يفضلوا على جروبات الفيس يقول لك ده السهم مش فلاني والشركه الفلانيه، كل يوم فبص السهم ابتدى يطلع محتاج راس مال صغير عشان يطلع. يعني السهم ده محتاج مثلا 10 مليون جنيه يطلعوه السما، في سهم تاني محتاج مليار جنيه عشان يتحرك. فحضرتك تلاقي ده هو ده المستقبل، وتروح تلبس وتحبس جوه السهم بالسنين وبعد كده تغني ايه ظلموه. ما علينا، انا رجعت لكم كده النقطه الاساسيه في موضوع السيوله والقطاع اللي بخش فيه السيوله. عايز اوضح لكم ان انا لما بشوف السيوله داخله في قطاع وبقول لكم عليه، وبرضو الناس اللي متابعه عارفه ان انا بقول مثلا بنك كذا او شركه كذا او كذا وكذا وكذا، خلاص انا بقول رؤيتي. بس ممكن السيوله دي بعد اسبوع، بعد اسبوعين، بعد 10 ايام، بعد 3 ايام تخرج من البنك او تخرج من القطاع ده كله او تخرج من الشركه دي. يعني مش هتفضل طول عمرها، ممكن تقعد اسبوع، ممكن تقعد شهر، ممكن تقعد شهرين. فما تجيش برضو تقول لي ايه اصل انت قلت السيوله دخلت، ايوه ما دخلت وخرجت، بس انا مش معقوله مش هقعد اقول لك السيوله دخلت والسيوله خرجت من هنا، لا ليه؟ عشان ده شغل انا بقى. يعني عايز اوضح لكم نقطه، ان الجروب ده جروب خاص،
انا عامله عشان اعرض فيه ارائي الشخصيه، وجهه نظري في البورصه وفي الاسهم مع الاخبار وكده. فاللي بيتفضل وبيتابعني خلاص بيستفيد او ما بيستفيدش دي حاجه ترجع له. بس انا بعرض عليه ارائي، انا مش مطالب ان انا ارد على كل كومنت، ودي اعمل لها فيديو مخصوص. مش مطالب ان انا اقول لك الصوره ده لا ده خلصت هنا وداخل هنا. ده شغلي بقى اللي هو شغلي انا بقى الخاص، عملائي، محافظه وديرها، عملاء الشركه، ده شغلي اللي هو. لكن مش مطالب ان انا اتابع ال100 سهم واتابع كل واحد اشترى وباع وعمل ايه. انا بكتب لك تحليل فني، وعلى اساس التحليل الفني حضرتك بت ايه بتشتري او بتبيع. والحمد لله ناس كتير ربنا رضاها الحمد لله واشتريت على تحليل فني وربنا كرمها وكسبت، وناس كتير يعني الحمد لله يعني فضل ونعمه. بس فده رزقهم.